احرص على لزوم الصالحين دائما وأبدا، ومجالس العلم ومجالس الهدى ومجالس السنة ومجالس الخير، فإن ذلك سبب لحفظك في الدنيا والآخرة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم أمته إذا أتى أحدهم فراشه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا وعد الله أن الصالحين يحفظهم الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء، دعاء حفظ الصالحين، بما تحفظ به عبادك الصالحين. شأن الصالح أنه يحفظ حدود الله وحقوق الله وأوامر الله ونواهي الله، فإذا حفظ ذلك حفظه الله. الجزاء من جنس العمل، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. انظر النتيجة الآن، وانظر الثمرة في حق من حفظ الله كيف يحفظه. واعلم أن لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل إن الأمر كله لله.